اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا صعيدة اف ام. بقدم لكم البرنامج فريد ابو حسين من الزريبه رقم 12 اللي جنب الخص، طبعا عارفينها. وزي ما عودناكم ان كل حلقه بنجيب ضيف جديد، والحلقه الثانيه قلت لكم هنجيب معانا مطرب الراب الجديد الاستاذ ماشي. ايه؟ ماشي يا عم، ماشي اسهل من ماشي. فرق 3 نقط، حتى العيال الصغير بيعرفوا يقولوا ماشي احسن. معنا المطرب الفنان اللي هو اللي بيغني الراب، المطرب الفنان ماسي، ونقول له اتفضل يا استاذ ماسي. درست الحياة اتعلمت حاجات كتير، شفت اللي عاش بقيه وفي الاخر مات امير، عشان كان عنده حلم بس شبه مستحيل قدر يحققه وما استسلمش للبديل. احساس جميل لما توصل وتكسب، والناس بتكذب عشان توصل هتتعب. لازم تفضل صاحي لما تجيلك فرصة تركب، ما تخليش حد يقف في طريقك، هتسبق وتلحق واللي يحاول يشوشك ويشتتك. عامل انت واثق ان في يوم هيسعدك، ما تصدقوش خليك قد كلمتك، مستقبلك جوه قلبك، ما تخليش حد يحبطك. ولو وقعت مرة حاول مرة كمان، عشان احنا في زمان الضعيف ملوش مكان. ركز يلا وانجز، مفيش وقت للكلام ده حتى الآن. اهلا يا استاذ ماسي. ماشي عامل ايه؟ لا ودي صح برضه، لازم نسلم عليك ونلبسك بالحب. عامل ايه يا حبيبي؟ يلا يديك وحشه يا عم، يديك وحشه. عامل ايه يا استاذ ماسي؟ تمام الحمد لله. والله شايف الجمهور والناس كل يوم ايه قولي بس من العيد يا اخي. والله انت بقول لك 3 شهور يا راجل، ماشي الجمهور ده كله ازاي؟ فن بقى وحوارات بقى. انت كيف فنان ده مخك حتى ألفة بترقص، والله ده انت استغرب يعني عمال والغنى هبل ما بفهمهاش، وربنا ما بفهمها. ما اعرفش اللي بيقولوا ايه. هو فن الراب فن راقي. يرمي يا جدع انت. الله يرحم ام كلثوم، الله يرحم العندليب. متوزع جميل. بس سمع انهم بيقولوا رفعوا عليك قضيه، قالوا عملت اغنيه انت مليحه بالبتاع اللي اسمها ايه، جنس ناعم ولا جنس طارق كده. ده يا عم اللي بيحصل من الشباب النهارده. كانوا ايه عنك ولا عملوا ايه؟ تعالوا حكموا بقى وحوارات. انا بصراحه انتوا بتتعاملوا جدا. الاشاعات اليومين دول. يقولوا ان انت ما بيعرفش انت شغال ايه، انك شغال بنزينه. طب وانا ليه كلام؟ مع ان اليوم اللي قالوا فيه الحكايه دي انا كنت قاعد في بيتنا قاعد بشيت. بشيت؟ بشيت. يعني ايه بتشيت؟ ايه قاعد على الانترنت بشيت مع اصحابي. على الانترنت؟ وانا معايا انا شويه تغرير وشويه حاجات كده بيقولوا ان انت اتولدت في بلد اسمها ايه؟ ممكن اقرا كده؟ اسمها ايه؟ ايوه. طب الكلام ده حقيقي؟ انت مش عارف اتولدت فين ورحت فين وسافرت تركيا وانت عندك 3 لا ده اشاعه معرفش رحت فين، اشتغلت في شبرا الخيمه وشبرا النخله، جيت معرفش رحت فين. طب دي اشاعات يا طب انت مولود فين اصلا؟ انا مولود في المعادي. في المعادي؟ هي معادي. وسافرت امريكا وتعلمت هناك ودرست وتعلمت فن الراب. يا عم بطل كده. بطل كده، اعذرني يعني، بس هي ما وصلتش عليا والله. بس دي موجودة، التقرير اللي عندي موجودة، يقول لك ان انت اتولدت في ابو حماد تحت الكوبري لا ابو حماد ورحت فين. انا اول مرة اسمع عنها. انا مولود في ارقى بيت. عايزين اسمعني بس، عايزين نقول للجمهور ونوضح للجمهور ان عايزين الاستاذ ماسي ده يعني اتولد فين حقيقته، وده الاشاعات. ارقى بيت سلم في المعادي، واتولد سنة 12/1/1900. بطل كدب بقى، اسكت مكتوب 2002. حضرتك دي اشاعات يعني بجيب اشاعات والله، جايبها من الانترنت. الانترنت كله اشاعات. مش انا اللي كنت قاعد، الواد ابن الصغير. المهم نهار اسود يا نهار اسود. ايه تاني؟ بيقول عليك جيش شهري 95 جنيه. ده فين؟ استغفر الله العظيم. ايه؟ فين؟ مش عارف يا اخي، بس ايه؟ اشتراك الانترنت. بيقولوا ايه؟ طيب ماشي. معلش فاصل يا جماعه، ونعود لكم مع الاستاذ نكمل على الاستاذ ناس ونعرف الحقيقه معاه. اوعوا تمشوا، احنا موجودين. ايه يا عم؟ يا عم والله احنا كنا اصحاب بره. معلش تعالى
قوم يا عم قوم جرى تعالى اجيب لك حاجه تعالى يا عم ده لو صدق هات يلا بس هي عندك ايه سر عندنا اورنج جوس فروت كوكتيل فروت جوس والمشاوير الخاص بتاعنا ان شاء الله